والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا سيدة وسادة المسلمين السادة كريم فرصة استثنائية أخرى نعقدها اليوم في إطار دعم آخر من الحصة المضافة من بعد ما كنا توصلنا على الحصة ديال 6 مليون من التسويق 33 ألف درهم. اليوم نعاود وزارة الداخلية يعني دعم إضافي كيتقدر بمليون 100 ألف درهم من الحصة ديال القيمة المضافة. أعتقد أنه كانت لجنة مستمعة يعني عاودت وسعت هذا المبلغ على بعض البنوك فيها بس نعطيك فيها مشكلة بسيطة المالية يعطي توضيحات في هذا الشأن هذا على أساس نزيدو فيما بعد إذا كان هناك بعض التساؤلات ندوزو على السؤال إن شاء الله. شكرا السيد الرئيس السيد الباشا السيد أعضاء المجلس اليوم حضور كامل. بالفعل عقدت اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بتاريخ 9 أغسطس 2024 اجتماع حضر أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس للتدارس في النقطة الوحيدة التي كانت مدرجة وهي الموافقة على الحصة التمويلية من الطالبة على القيمة المضافة من أجل موازنة ميزانية تسيير رسم السنة المالية 2024. أعرض السيد رئيس اللجنة هذه النقطة حيث أفاد أنه تم اقتراح هذه النقطة بناء على الرسالة العاملية عدد 4317 بتاريخ 6 أغسطس 2024 حول الحصة التكميلية من الضريبة على القيمة المضافة والتي توصلت بها جماعة تفلت والمقدرة 1,100,000 درهم من أجل موازنة ميزانية الجماعة، حيث أعطى كلمة للسيد الرئيس مصلحة المصاريف من أجل تقديم مزيد من الإيضاحات. في معرض تدخلي أفاد السيد الرئيس مصلحة المصاريف أنه بعد المسابقة على مشروع تهيئ ميزانية الجماعة في دورة أكتوبر 2023 تم إرسالها للمصالح الوصية من أجل تنشير عليها مرافقة لطلب دعم مالي من أجل تدارك العجز الذي كان يقدر ب 5,598,191.30 على إثره الجماعة بحصة تكميلية أولى من الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2024 قدر مبلغها 6,333,672.52 درهم، مما أدى إلى عقد الدورة الاستثنائية بتاريخ 27 يونيو 2024 أدى ذلك إلى فائض في الميزانية ب 653,481.21 درهم. وبما أن الجماعة توصلت بحصة تكميلية ثانية مقدرة ب1,100,000 درهم موازنة الميزانية، ولقد تم توزيع هذا المبلغ على فصول التسيير على الشكل التالي: نوع المصاريف الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلثيهم 500,000 درهم، تعويضات عن الأشغال الشاقة والمزدقة 30,000 درهم، تعويضات عن المسؤولية 35,000 درهم، مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد 60,000 درهم، المساهمة في منظمة الاحتياط الاجتماعي 30,000 درهم، شراء مواد إبادة الفئران 10,000 درهم، شراء المبيدات الطفيليات والحشرات 15,000 درهم، مصاريف التكوين المستمر للمنتقلين 30,000 درهم، مصاريف التكوين المستمر لموظفي الجماعة 30,000 درهم، سداد الخواص 20,000 درهم، دفعات الجماعات الترابية والرباط السلام الوطني للتوزيع 80,000 درهم، دفعات لفائدة الشركات الخاصة نظير الخدمات التي تسديها SOS 260,000 درهم، ليكون بذلك المجموع 1,100,000 درهم، ليصبح مجموع الاعتماد المقترح بعد الموازنة لمصاريف التسيير 69,919,400 درهم.
كما هو مبين في الوثيقه المرفقه. بعد المناقشه وتبادل وجهات النظر، وافق السنه اعضاء اللجنه باجماع الحاضرين على الموافقه على الحصه التكميليه من الضريبه على القيمه المضافه من اجل موازنه ميزانيه التسيير برسم السنه الماليه 2024. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس نريد على كل حال هذا المليون يتفهم راه اضافه للمبلغ اللي كان يعني جاء اصلا في الدوره الاستثنائيه كنا يعني صادقنا عليه اللي شهر على ما اعتقد، فحاولنا اننا نوسعوا هذه الاعتمادات على بعض البنود كاين نفهم على انه كيخصص يبقى وجهه النظر من الرئيس باش يمكن نصرفوا على هذا المبلغ هذا. ونعتقد على انه هذه السنه من دعم تبين على انه دعم جد مهم، وعلى ان احنا في طريقنا على التغلب عن العجز، بحيث هذه السنه كنتساعد فيها 5 مليون ديال التسعيرات. واعتقد ان اليوم غيكون فقير، يعني كنتوخاو على انه في الشهر فبراير يكون في المستوى ان شاء الله ديال فبراير ديال جمع المدن. تريد ان الصوره واضحه. السيد الرئيس نقطة أمور تقريبا واضحة. أنا شخصيا نعاود نذكركم السيد الرئيس بالاجتماع اللي كان دار قبل إعداد الميزانية 24 مع بعض مكونات المعارضة، وكنت بصراحة تفهمت بعض المطالب ديالنا، وكانت بعض الاكراهات ربما ديال الميزانيه في عجز كان لذلك تفهمنا لانه ما يمكنناش جميع الاقتراحات اللي عطيناها يعني تؤخذ بعين الاعتبار. ومع كما قلت مع تولي ديال الايام ومع الدعم ديال وزاره الداخليه الامريكيه والمشروع الثاني كيبان لهم انه كاين حنا بين عاطينا عندنا واحد شويه فائض كنحاولوا نضمنوها. لا كنعاود نرجع لكم السيد الرئيس علاش ما فكرناش انه بعض البنود اللي كنا ما يمكنناش نستجيبوا لها واحد الشكل كبير، خصوصا الدعم ديال التنميه الرياضيه باش تخصص عليهم. علاش ما فكرناش نرجعوا لها، خصوصا انه ملي كنشوف بعض البنود اللي كنضاف فيها بعض المبالغ الكبيره اللي انا في نظري ماشي زعما ذات اهميه كبيره، خصوصا ان اكثر من ذلك على الميزانيه السابقه كنقوم على هذه المبالغ اللي فيها بعضنا ما كنوصلوش لها. على سبيل المثال المصاريف ديال مثلا الفئات اذا فيها الفامي كنقول لك راه الفامي راه فيها كتحفظ خطيره وكتعاود تمشي. عاود كذلك الحشرات وميزان الحشرات حتى هي مبالغ ماشي كثيره، ولكن السيد الرئيس بحكم العمل ديالنا قطاع ديال الرياضه كذلك العدد من المستشارات كيف كيعرفوا عليهم، وانتم كذلك السيد الرئيس سيرتوا الرياضه تعرفوا عليه. بالنسبه للجمعيه الرياضيه بعض المرات كيكون واحد المبلغ صغير كيبان لهم ميزانيه صغير، ولكن تولوا هما اللي كيكونوا فيه. انا فكرت علاش درنا ما فكرناش في الزمان على حسب ما خرج نفكوا واحد شويه نعاود درنا هذاك الخصائص ديال شي حاجه يعني وصل لي مثلا الاول اللي ينزلوا في بعض التكوين المتخيل مثلا انا غادي نشوفوا خاصكم نحطوا بها واحد البلوك ودغيا نعاودوا نحاولوا نستغلوا منها نبارطوا شي حاجه اللي هي والله صعب كنمسكوا الجمعيه اخرى الجمعيه اللي كتسنى دونك السيد الرئيس هادشي باش ندير الملاحظات كنظن انك ما تفهمش معايا فيها. إذا قدرنا باقي عندنا ندير واحد من النقاط اضافيه للدعم للجمعيات. كان عندنا ديال باش هذا واتفقنا على ان ندخلوا ان شاء الله بعد الخطبه نعاود نشوفوا هذه النقطه الكامله ونشوفوا شكون النقاش كان عندي مع السي سعيد بعدها فما عندناش مشكل اللائحه ديال الاستفسار عرفوا فعلا واش مازال ديك اللائحه اللي كانت في البدايه هذا الشيء ناقشنا بالنسبه للجمعيه الرياضيه ما نكذبش عليك انه واحد الاشكال خصنا نعرفوا شكون هاد الجمعيه الرياضيه اللي مازال كندعموا لكن كنشوف الصوره قدامي كيبان لي كره القدم كتولي الالعاب كيورا كيبانوا دابا زعما واحد الانديه اللي مهيكله ومنظمه في حين انك كتوصلوا بعده طالبات
اليوم ما بقاش داك الكعب ديال كتجي الجمعيه الطلبه كتعطيوها كتعطيو المصادر، خاص اللجنه تتابع، خاص الخبر تصوتوا. فاذا انا كنعتقد انه اذا بغيتو ديروا هذا العمل خاص كنعاودوا يعني وحنا على باب الدواء ديال الدكتور باش غنحيدوا على الميزانيه ديال 2025 ماذا بينا نديروا غير واحد الجرد ديال الجمعيات اللي كتستافد باش نعرفوا يعني هذا العام كما كان الحال والدوله غتجي شي نهار تستاهل هذه النتيجه وتستاهل تاعنا واش كيقدموا لنا الحساب باش كيعطيونا يعني كاين واحد العناصر كنقول من هذا الباب هذا هو كان جميع الدعم وما عنديش اشكال وان نعاود ندعمهم ما فيه كفايه باش النتائج تاهي تكون كترجع بالنفع على المدينه. هذا ما كنقترح نخليو الموضوع على هي اليوم. وانا ما نتفق معك انا 30 ديال المنتخبين ما نعرفش كنحتاجوها المساله ما بقيناش المنتخبين ما كنكونوش حنا اللي محتاجين تكوين الموظفين وين وعلاش محتاجينهم من هذه السنه اكثر لا سيما في الاخير يخص هذيك السيرفيس ديال الاسياد من بعد ما اليوم يعني الصفقه ديال لابليكاسيون دو كوفرمون خاصنا عندنا خصص في التكوين ديال هادشي وهذا الشيء علاش هذا السنه بقينا انه هاد الموظفين اولا ندعموهم ثانيا نقولوه بان يكون واحد العدد كبير اللي يحسن المداخل كذلك ديال الجامعه ديال نزيدوا 30000 اليوم في الجمعيات هذا ما غيرش شي حاجه كثير. انا كنظن انه عدد مقومات اسماعيل هو نديروا جرد الجمعيات ونشوفوا اللي كيستاهل ولا ذاك بما ان اليوم الميزانيه كتحسن وفي تطور وان الدعم كان في وزاره الداخليه في ارتفاع راه يمكن لينا نرفعوا القيمه ديال الدعم لهذه الجمعيات لا القدم لا العاب القوى خاصه هذو هما الانديه ديالنا. كاين اليوم الفريق كره قدم النساء كاين بعض الانديه اللي يخصهم في ديال الباسكيت حتى هما كاين راه كاين ولكن خاص المجلس يعرف كيفاش كيصرف هذا الموضوع واش هذه الانديه يعني راه خفيف الجامعات الفرعيه واش عندهم يعني واحد المكتب المسير اللي فعلا اللي اخر يعني اعاده في النظر باش يمكن لنا ان هذا الصفيق كنصرفوا يكون كيمشي في محله. انا كنعتقد على انه في الدكتور يكون عندنا الجرد ديال هذا وانا متفق معك ان نعاود خير انتم كرجال ما عنديش مشكل حنا مع الرياضه وبغينا ان هذه النتيجه يعني نعموها ولو ان راه تتبعوا بعض الاحيان حتى هذه الفروق ديال الرياضه هذه اللي تعيشيها لما تاع الرياضه دخلنا فيها حسابات اللي خاصها تكون بغينا الرياضه تكون بعيده على الامور السياسيه ولا المجلس يكون محايد كيفاش اللي عنده نيه ورغم انه احنا مستعدين ندعمه على اساس انه يكون يعني الجانب الاخر ديال القانون يعني حتى هو راه كيستجب الضوابط اللي كيصدرها القانون. فاعتقد ان الامور اليوم خليوها على ما هي وكما كان واحد كان في شهر اكتوبر اذا كان هناك اقتراحات وعندنا جرد ديال هذه الانديه ولا هذه الجمعيات مرحبا الف مرحبا اننا ندعموا ونعطيهم الدعم اللازم باش كلهم يسيروا المسلمين يعني بطريقه عاديه. لا خصك تصوت على المداخل. يجب على الحاضرين رئيس المنهجيه ديال الى سجل المستشار صاحب الديوان المالي الاصل المالي العام للربا. السلام عليكم اعزائي المراقبه وبعد يشرفني ان تكشف الله صلاحيه اليه المقام هذه البلاد مولاي صاحب الجلاله والمهام. الشرف حق انت الشريفه رئيس الجمعيه المدينه لا تقديم ما يدعي مقام العائله من فروض طعام الولاء ان يمتلك الاصوات عن نفسه ونيابه عن كافه السيدات والساده اعضاء الجمعيه بمناسبه ذكرى استرجاع النداء ومناسبه تلك النشاط الرسولي المعقد التالي 16 2020 ليتقدم لجلالته باسم ايات ولاء الانفاق محروما في نسق انشاء التعاطف المجيد باهداف العصر العالمي المجيد مستشرقين من الكريم مستمرين بسياسه جلاله الحكيم استثناء نموذج التنوع الديمقراطي الذي وضعته الاسس ليكون نموذجا مغربيا
عماد والتنميه المتناسقه والتركيز على الاقتصادي متسارع تعزز التضامن الاجتماعي وقوى التنميه المستدامه تراعي الحكم الجديد. وبهذه المناسبه نسال الله ان يوفقكم بتوفيقه وان ينصركم بعونه وتأييده وان يحفظكم في وجهه الامير الكريم مولاي الحسن وصاحب السمو الملك الامير الخليفه وان يجب الاخ صاحب السمو الملك الامير مولاي الرشيد وكافه افراد اسرته الشريفه انه يدعى الاسامي سميع المجيب السلام على مقام العالم الله فضل من في 16 و 2020 يمضى على الاهداف الشريفه الصمد عشر رئيس جماعه